طيب أزاي بنعالج سرطانات المعدة؟ فيه 5 طرق لعلاج سرطان المعدة. أول طريقة هي الجراحة، ثاني طريقة هي العلاج الكيماوي، ثالث طريقة هي العلاج بالإشعاع، رابع طريقة هي العلاج الموجه، وخامس طريقة هي العلاج المناعي. كطبيب أورام، بقسم سرطانات المعدة ل3 أنواع. النوع الأول هو سرطان المعدة المبكر، وده بيكون محصور في الطبقات السطحية للمعدة. النوع الثاني هو سرطان المعدة المتقدم، وده بيكون انتشر أعمق أو وصل للعقد الليمفاوية. والنوع الثالث هو سرطان المعدة اللي انتشر خارج المعدة ووصل لأعضاء تانية زي الكبد أو الرئة أو العظام أو جوه البطن. عشان نعالج سرطان المعدة المبكر اللي محصور في الطبقات السطحية للمعدة، النوع ده ممكن يتعالج بالمنظار بس. لو تشخص في الوقت المناسب وتلقط بدري، نقدر نشويله بتقنيات المنظار ونتجنب العمليات الجراحية الكبيرة. السرطانات اللي دخلت أعمق في جدار المعدة أو انتشرت للعقد الليمفاوية ممكن تحتاج علاج بأكثر من طريقة. العلاج المتعدد اللي بنعمله هو أننا بندي كم دورة من العلاج الكيماوي في الأول، وبعدها بنعمل جراحة، وممكن نكمل باقي دورات الكيماوي بعد العملية. الأورام اللي انتشرت لأماكن تانية زي الكبد أو الرئة أو العظام أو جوه البطن ممكن تحتاج برضة علاج كيماوي أو علاج موجه أو علاج مناعي. جراحة سرطان المعدة ممكن تتعمل يا إما جراحة مفتوحة أو عن طريق تقنيات المنظار زي المنظار الجراحي أو الجراحة الروبوتية. نوع الجراحة بيعتمد على مكان الورم في جزء المعدة. ده ممكن يتطلب إزالة جزء من المعدة أو إزالة المعدة بالكامل. ولما ده بيحصل، بيتشال كمان معه العقد الليمفاوية اللي ممكن الورم يكون بينتشر ليها. وبعد ما الورم والعقد الليمفاوية بيتشالوا، بيتم إعادة بناء الجهاز الهضمي عن طريق توصيل أجزاء من الأمعاء الدقيقة علشان يضمنوا أن الأكل يعدي بشكل طبيعي.